السلام عليكم، اهلا بكم في قناتي سويت اند سوا مع رنا. يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل شويه رز بقى بعدس اصفر، كشري اسكندراني. المهم ان انا هقول لكم ازاي ما يعجنش منكم. زي ما شفنا كده بنشوح بصلايه ما تاخدش لون، اهم حاجه انها ما تاخدش لون. بعد كده هنزل بكوبايه الا ربع من العدس الاصفر وعليها كوبايه من الرز. ان احنا نعمل معدل الرز يبقى اعلى من العدس، هو ده اللي هيخليكوا فعلا تتجنبوا ان هو ما يعجنش. تمام، هشوحهم مع بعض كده تشويحه خفيفه. طبعا مع البصل انا حطيت كمون وحطيت ملح. حلو الكلام. ابتدي بس اشوح كده وانزل على طول بالميه السخنه بتاعتي. اهم حاجه في الميه بقى هنا اهو ان الميه ما بتكونش مغطيه الحله. اوعوا تغطوا الحله. ليه؟ علشان لو غطيتوه هيعجن منكم. يعني بصوا منظر المية عامل ازاي. انا هزود شوية مية كمان، بس هيبقى الرز والعدس باينين من المية، مش زي الرز بقى كده الرز يبقى مختفي والمية فوق، لا، الرز باين والعدس هم باينين قوي من المية. تمام. هغطي اول ما هيغلي هروح مغطية ومهدية النار، وبعد بالظبط كده من 7 دقايق نبتدي نبص عليه. الرز والعدس ما بياخدوش وقت نهائي، خلي بالكم من النقطة دي. ما بيقعدش بقى، يعني ما اقولش بقى تلت ساعة ولا ربع ساعة زي تسوية الرز. في انواع رز بتاخد كده، لا. بصوا المنظر بقى، ولا عجن ولا سايح في بعضه ولا اي حاجة خالص. هوريكم دلوقتي البخار همسحه اكيد، وهوريكم الفلفلة بتاعته. بصوا المنظر شايفينه عامل ازاي. عايزة اقول لكم بقى ان بعد في الخطوة دي لو حطينا معلقة كبيرة من السمنة كده محترمة وسيبناه وغطيناه، يا خبر ابيض على الجمال. خلصنا الكشري بتاعنا، نيجي بقى للصلصة. الصلصة سهلة وبسيطة جدا وعملتها معاكم قبل كده. تومية يا دوبك تاخد لون ذهبي فاتح زي ما احنا شايفين كده، ننزل عليها على طول بالطماطم بتاعتنا المضروبة في الخلاط بشوية مية صغيرين وكمان مش متصفية. طبعا التوم بنحط معاه كمون وملح، ما بيتحطش فلفل اسود في الصلصة بتاعة الكشري. واحنا بنضربها هنحط عليها توم، وتشوح بتوم عشان تبقى ريحة الصلصة كده فحة معانا. تمام. هتغلي، هنغطي وهنهدي النار خالص. عايزين تغطوا او تسيبوها مفتوحه براحتكم، انا بحب اغطيها شويه وبعد كده افتحها عليها. وده الشكل بتاعنا خالص بقى. بصوا الجمال. انا هوريكم دلوقتي حاجه. البيض بقى انا بعمله بطريقه تانية خالص، مش متدحرج في السمنه ولا هيشرب منكم زيت. احنا هنسلق البيض عادي. تمام. وبعد كده هنسخن الزيت بتاعنا وهنزل البيض فيه. حلو الكلام. دي بيضه اتكسرت عادي يعني. المهم، خدت معانا. بصوا اللون، بصوا شايفين الجمال. ما بيشربش زيت خالص على فكره يا جماعه، بس هتاكلوا شويه بيض يا نهار ابيض على الجمال حقيقي. ادي الصلصه بتاعتنا. بصوا الجمال بتاعها عامل ازاي، وبصوا لونها وكل حاجه. ادي الكشري بتاعنا شايفين، وادي البيض بتاعنا. وطبعا عملت شويه سلطه كده، طماطم كده بالخل والليمون وشويه بصل بقى وعيشوا. بجد لو عملتوا الطريقتين خدتوا بالكم من التركتين بتوع العدس عمره ما هيعجن منكم. اشوفكم في فيديو تاني.